تعالوا نسوق الأول فرص للعتق من النار. أولا بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. فأنت لك تهمتان: النار والنفاق. كيف تتخلص منهما؟ إنك 40 يوم تصلي الصلوات الخمس، 40 في 5 ب200، 200 صلاة متوالية تدرك تكبيرة الإحرام. صليت النهاردة 10 15 20 39 يوم وبعدين ضاع وقت، عيد من الأول. قول لي ده أنا ما كانش قصدي، هم بيقيموا الصلاة بعد نص ساعة، رحت لقيتهم قاموها بدري في اليوم ده، ضاعت مني تكبيرة الإحرام، عيد من الأول. طب كيف تثبت لي تكبيرة الإحرام؟ أن تقام الصلاة وأنت في المسجد، يعني أن يقول الإمام تكبيرة الإحرام الله أكبر وأنت واقف في الصف، مش وأنت على الباب. يدرك تكبيرة الإحرام. يبقى دي أول حاجة للعتق من النار. 2 بالذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. فإن قالها 2 مرات أعتق الله نصفه من النار. فإن قالها 3 مرات أعتق الله 3 أرباعه من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله من النار. خذ كمان واحدة للعتق من النار. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان صلي عليه كمان مرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كمان زيد النبي صلاة تبقى الثالثة: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. أنا نقيت أعمال خفيفة بسيطة سهلة: 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، واظب عليهم، تعتق من النار نهائيا، ما تدخلهاش نهائيا. قدامك فرصة اهي: 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر. والشرع ما اشترطش عليك ان ال4 ركعات دول يبقوا بالبقرة وآل عمران، لا، ببساطة يعني ممكن ال4 ركعات دول في 5 دقايق بس، تعطي كل ركن حقه حظه وتبقى فاهم بتقول ايه. طب خد واحدة كمان للعتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين باتت تكلأ المسلمين في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله.
انا عايز اسألك، امتى اخر مرة بكيت في الخلوة من خشية الله؟ لا لا لا، ده انا عايز اسألك يلي دموعك مدرارة في الباطل. ألا توفرين دمعة بحق للحق في حق؟ كتير أقول كده، وأنا شايف أحيانا بعض الناس دموع. يا ناس وفروا الدموع دي لله. خلق البحار والأنهار وطلب منك دمعة. حاجة كمان واحدة عتق من النار لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. حفظ القرآن، لو الواحد حفظ القرآن جواه لا يمكن ربنا يدخله جهنم. مستحيل. ازاي يدخله جهنم والقرآن جواه؟ واحدة كمان للعتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. كده ليلة مش كفاية، عايزين شوية بنات. شفتي بقى يا ستي يا اللي فرحانة بالصبيان، فرحانة عشان قالوا لك ولد، افرحي، لكن لازم لك شوية بنات عشان يستروك يا مستورة.